يسمعون قراءة لدراسة اللغة الأشورية المعاصرة. نحن اليوم في الحلقة 18. أبونا أهلا وسهلا بك، وفرجينا شوف جعبتك. أيوة، شكرا لك أستاذ سامي. وهلا أشارككم نص الكتاب حتى نبدأ على بركة الله. أيوة هنا ما تعرف أيوة هيك ما هيك هذه. أيوة شدت شوية. هيك أوكي هيجي نحن نقول مو هيك. هيجي يابا هيجي. اوكي، فخليهم هذول شو اسمه فوق حتى لان راح احتاجهم كثير. ايوه خلي فعندنا هسه الفصل الرابع اللي هو الصفه. الى هسه خلصنا ثلاث فصول، يعني الاسم خلصناه في الحلقه الماضيه، شفنا كل خواص الاسم. اليوم نبدا بالعنصر او القسم الاخر من الكلام، الا وهي الصفه. صفة. تمام. الصفة وبالآشوري شوماها، قلنا هذه شوماها. اوكي، شوماها الصفة كلمة تدل على حالة اسم وخواصه، هيك أنا أعرفها. حلو. لهذا فهي تتبع الاسم ولا يكون لها معنى كامل بدونه. أيوة. بدون ما تصير ما تكمل معناها. شو يعني؟ أوكي. بدون الاسم، لأنه تتبع الاسم. هي تصف الاسم، فلازم يكون شيء حتى تصفه، فهو الاسم الذي تصفه. هي هذا يعني هذا المعنى، حتى واحد فكرته يعني يوصلها. بس أبونا ممكن تقول شفت جميلة، هاي صفة. بس الصفة تحت كأنها اسم. هاي بعد هاي موضوع آخر، أنه هناك في بعض اللغات أنه الصفات ممكن تستعمل كاسم علم. ايوه لا حتى كصفه. يعني بدل ما اقول شفت بنت جميله بقول شفت جميله. مو هاي معناه ضمنيا يعني شيء جميله. ايوه جميله في ذاتها ما لها شو اسمه، ما لها معنى كامل. شو جميله؟ جميله يعني هم ضمنيا كما قلت هم. ايوه عفارم. يجب انه يعني تشير الى شيء. تشير الى اسم يعني. فهمت هسه. اوكي. وتنقسم الصفات الى قسمين: صفات اصليه وصفات نسبيه. اصليه تسمى ايضا اعتياديه. على فكره الصفه ايضا بعض النحويين بالعربي يسموها النعت. صح. النعت خلي صح جدا. النعت اذكرها يكون حلو. ايوه. وتدعى خلي غير لها لافي. غيرها. ايوه. بعدين لازم انا ادلك كيف تركب هذول الحروف هذول، لانه بالسرياني تاعونك هذول. وين راحت؟ ايوه خليكي ما تتحرك. ايوه خليها بعدين. ابونا انا انصحك الاشياء اللي عايز تضيفها حطها بالاحمر، هذا المنطقه اللي عايز تحطها وتشوفها حالا. تتذكرها. مثل الصفه حطها احمر. نعم. حطها فتعرف انه انا خلي يخلص ايوه. وهنا روح على اللون الاحمر، حط احمر. أيوة. خلي يخلص هذا. شو عمل؟ شو لسه مش مسجل. شو جاب باله. شوف. ايوه. فهيك النعت ايضا تسمى نعم الصفه بالعربي. هلا مشان خلي قاعد بسجل، يعني قاعد بسجل. قاعد بسجل. بعدين انكر على السلم شوي بيرجع ابونا، او لا لسه بسجل بيخلص. هو يقول ما عم لانه قاعد بسجل يجيب. ايوه قاعد يسجل. ده اوكي. زين. طبعا هاي راح اعملها حمراء. انت حطها حمراء. حتى اتذكر بعدين. عفوا شو قصتها هذه. لا تتبع بنفسك. وتنقسم الصفات الى قسمين، قلنا صفه اصليه او اعتياديه. وصفات نسبيه، نسبة إلى، تنسب إلى شيء الاسم، وكلتاهما تتبع الاسم في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع.
تمام. ايوه وضح انه احنا ما عندنا مثنى. واضح يعني، واضح واضح قايلين قايلين احنا صح. ايوه. الصفة الأصلية والاعتيادية هي التي تدل على حالة شيء ما، مثل أيوة. جورة. ايوه جورة. ايوه تكون هذه مازال. خلي جورة. ايوه يعني لفظها جورة. شوف هاي جيم المصرية مثل ما قلنا دائما. ايوه الجورة. الطريقة ايوه المصرية جورة معناها كبير. حلو. عندنا طاوة. باء تحتها نقطة بيت فتصير واو. طاوة. صالح. حلو ايوه طاوة. الرامة. ايوه عالي. رابع. ايوه عالي. آه. رامة عالي. في هيك احنا نقول رام الله، يعني التل العالي تعالى. ايوه رام الله. ايوه رام الله. ايوه خوارة. خوارة هاي عليها سكون. بتاعت الحوريات. ايوه خوارة ابيض. نعم ابيض، هذا العنب الابيض. صحيح. شخينة حار. شخينة ساخن يعني ساخن. خليه يكتبها خليها حار منيح. خليها احمر. حار ساكن احسن صحيح، لانه حتكون قريبة اللفظة حتى قريبة اللفظة. ايوه حلو. ايوه صار لسه مسجل. اكبس على التسجيل، مش هنسجل لانه يظهر عليه، لانه انت فتحت وين هذا. ايوه سجل بعدين لما يهدى شويه. اكبس على التسجيل مش هنسجل. ايوه اكبس على التسجيل خليه. لسه ما بالشغل. لسه خربطة كلها. شفت هاي مشكلة. هل خلينا نرجعها. شفت هل كتابة سريانية هي الديفولت، يعني هي النموذج بتاعه. لا بس ما انت ابونا ممكن تزيد الاحرف اللي انت عايزها بالقائمة. انا موجودة، بس اول شو بالويندوز. ايوه السيرياك ويندوز هو هذا الموجود فقط. لا، ما ممكن تضيف الأحرف إلى الأحرف. بس هذيك بالوورد بس تدخل لما انزل الفونتس السيريان فونتس. أيوة. طبعا بالوورد بس اقدر استعملها. بالويندوز ما هو بالوورد. بالويندوز ما هو الوورد. ايوه بس يعني هذا هو النموذج. يعني بعدين تقدر تحولها الى تختار الخط الاخر. اول ما تنفتح هي تنفتح هيك عجيب. لا ما هو انا حشوف بعدين. شوف انت عايز نشتغل عليه. ولا انا سائل كثير اللي يعرفون يقولون لا هو هيك بالويندوز. لا لازم أدلة لانه في مكان انه ما هو الحرف اللي تريده يبقى. شايف علي؟ فهو تختار في واحد. هاي الوادي انا ما داخل، ما شايفه الوادي. لا انا من اشتغلت على هذا بسبب الكوف اللي اشتغل عليه. صح. شايف علي ومثل هيك. على كل الله بعين. اوكي عندنا صفة الأخرى ياريخة. هاي الكافة تحتها نقطة خيط. ياريخة وهو يعني طويل. الفتحة الطويلة. شوف أبونا ملاحظة، أنا لاحظت إنه الراء والخاء تقريبا متشابهتان. الراء والخاء. أيوة الراء هيك مربعة وهي طويلانية. أيوة الفرق الوحيد إنه الراء لا ترتبط بعدين. أيوة وأيضا الفرق الثاني هو الراء ما ترتبط. أيوة. مع بعض. والكاف بلي. هلا لو تحذف الألف البركة شو بصير؟ في كيف بتصير؟ نقراها ياريخة تنقري كذلك. منيح بس كيف بصير شكلها؟ إذا أحذف الألف شوف تصير الأخيرة.
الأخيرة، وهذه مستحيل أن تنطلق. فهمت؟ طيب حط بعدها حرف لا يرتبط بها. ممكن في حرف لا يرتبط بها؟ لا يرتبط بها. كلها ترتبط معناته، هاي من الشمال إلى اليمين ولا من اليمين كلها ترتبط. نعم. ومن الشمال كلها ترتبط؟ من الشمال لا. خلاص جبنا، حط حرف اللي ما ترتبط بالشمال. كيف؟ مو كل حرف اللي حطه أنا راح يرتبط بها، لأنه لهيك اللي حبيت هي ترتبط مع بعض مع من بعضها. الشمال إلى اليمين إذا. أيوة. خلاص معناته فهمت. نرجع مطرح ما كنا. الله على اليمين يعني تريد هون حط. أنا عايز بالشمال واليمين. مو مشكلة، لأن كنت بدي أشوف شو شكلهم. يلا خليها هي هيك. شفت؟ شفت؟ أيوة. بس حطيت دال ما ترتبط مع بعض، فتصير هيك، فتبقى هاي الأخيرة الغير المتصلة. هذا اللي حبيت أعرفه، يعني حقيقة بتصير الراء والدال متشابهتان. الراء والدال، أيوة، الراء والدال، ولكن أيوة. الكاف غير شكل. منيح، بس الدال والراء، شوف اللي عندك انت، الراء هنا والخاء نفس الشكل. الراء والخاء لا، الراء والخاء مختلفين، بس الراء والدال. شوف بقى خوارة بالراء. أيوة. بالراء. وشوف هاي بريخة بالخاء بالأخير تتشابه، ولا أنت كاتبها غلط؟ خلي أشيلها. أيوة. أرجع الألف. أيوة. شوف لا بلاش ترجعها، بلا ترجعها، خليها هي. يلا خلينا نفهم. أنا فهمت. زيد عليها شرطة. شوف صارت. أيوة. شفت؟ إلها شرطة. أيوة فهمت. زد لها دال نشوف شو يصير فيها. أيوة. دال لأنها لا ترتبط. أيوة. ارتبطت فيها؟ لا، ما يصير ترتبط فيها. ارتبط. كنت حطيت واحد ما ارتبط هلا قبل شوية. شوف، ترتبط. ليش؟ لأنه الدال ترتبط مع قبلها والكاف ترتبط مع بعدها، فاثنيناتهم يرتبطون. يلا خليها هيك. أنا ماشي، ما عندنا مشكلة. نرجعها هسه الفتحة والألف. أوكي. يا ريخة. أيوة. طويل. هاي الصفات الأصلية والاعتيادية مثال. أيوة. كل الصفات اللي هي من كلمة واحدة وأصلية، يعني بالاعتيادي بالأصل هيك، هي ما فيها زيادة، هاي نسميها الأصلية الاعتيادية صفات. أيوة. أما الصفات النسبية فهي التي تنسب إلى مكان أو مهنة أو حالة أو شيء. أيوة. تنسب وتصاغ هذه من الاسم بثلاث طرق. من الاسم نحن نركبها نشكلها. أيوة. يعني مثل ما تقول باريسي. أيوة بالضبط. فمرتبط باسم. ذهبي. أيوة. المهنة نقول حديدي. أيوة. ميكانيكي. حديدي. لا من حديد يعني مهنة، عفوا ميكانيكي. أيوة. أيوة. المهنة يمكن بالعربي ما تنسب، مو إلا إيش مثلا النجار تكون ما نقول. لا تنسب عندنا. لا نجار لا. لكن شو بالسريانية تنسب المهنة أيضا. أيوة. حسب المهن. كل المهن مثلا. طيب فهمنا. احنا فهمنا. هسه راح نشوف بالأمثلة يكون يتوضح أكثر. وحالة أيضا، حالة معينة أو شيء قلنا ترابي، ذهبي. أيوة فاهم. هذا اللي حبيت. أيوة. الطريقة الأولى تتم بتغيير حركة حرفه الأخير إلى الفتحة الطويلة إذا ما كانت فتحة طويلة، وإدخال حرف يود ذات فتحة طويلة أيضا، يعني عليها نقطتين بعده. أمثلة. شوف، نينوى الاسم نينوى يعني نينوى. أيوة. معنى نينوى، فتصير نينوايا.
نوايا. حلو حلو. زيدنا هذه يود عليها الفتحة الطويلة. نوايا و نوايا. هلا يعني الموصل بتصير موصلايا. موصلايا، نعم، موصلايا. ايوه 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 بالضبط. ايوه. بغداد بغدادايا. عراقايا. عراقايا بالضبط، كلش سهلة. فهمتها هلا. عراقايا، ايوه. ايه عارف. ايوه. هلا فهمت. فلسطين فلسطينايا. فلسطيني. ايوه فلسطيني. ايوه. سوري سوريايا. سوريا. سوريايا. ايوه. اوكي، فعدنا بعدين عندنا افريقيا. افريقيايا. ايوه. خلاص سهل. إيه. هذا سهل فهمتها. ايوه. ما مثلا نجي ماتا يعني قرية. ماتايا أيوة. قروي. ماتايا. ايوه. بعدين عندنا آشور، اسم علم. آشورايا. حلو. آشوري. كتاوى كتاب. كتاوى. ايوه كتاوايا. الهاوى حلو. هوايا. هوايا. الكتاوى كتاوايا. ايوه هوايا. اوكي، كتاوايا. ايوه. كتابي. مشيخة مسيح. مشيخايا مسيحي. ايوه. مشيخايا مسيح. ابونا. أيوة. واحد سأل سؤال. نعم. لو انت بدك تكتب محمد بالسرياني، اكتب كلمة محمد بالسرياني. كيف تكتبها؟ ميم. لا بس اكتبها بالسرياني. اكتبها بالسرياني. تشوف اكتبها هون. اوكي. بعد مسيحي. اكتب. ايوه هنا ابعد شوي او زيد سطر وشو اسمه واكتب لي محمد. ايوه باللفظ كيف تكتبها. دقيقة. ايوه، خلي يكتبون. ايوه اكتبها هيك. شوف ميم. أيوة. شفت مو هي. هوني موجودة اصفر. لازم اروح ابدل. شوف هذا انسترانجيلو اديسا. هو هذا الديفولت يسموه، يعني هو الاصل. لازم انا اروح الشيء اختار هذه السريكنو هدرا. ايوه هذا اللي اكتب انا. هذا اعرف احله. حلو. فتصير ميم شين. شين. ايوه. اي مشي امشي. انا راح محمد كذا. ميم خاء ميم دال فتحة وأليف. طيب معناته لازم لا أخليه. أوكي. هلا دقيقة. لا أنا غلط. لا منيح. بس أنا هلا غيرت طلبي. هلا اكتب لي مشيح بالعاشوري. مشيحة. اكتب لي مشيح. أيوة. شوف ميم. أيوة. شين. أيوة. يا إي مشيخ. هذا مشيخ. هذا مشيح. هذا مشيح. محمد. ايوه لانه واحد قال لي اذا بتكتب مشيح بالسرياني تشبه كلمة محمد بالعربي. انا استغربت ايضا. سمعت الحكي بس قلت لا، هذا وين ما لها اي علاقة به. بس الحرف الاول ميم هو الميم. لا اظن بجوز. انا شفتها بالسرياني مكتوبة تشبه تماما محمد. لا، مستحيل. او هي كلمة عيشو. لا عيشو لا. يمكن عيشو ايضا غير ما تشبه. بس ممكن انه هو المعنى. لا كلمة مو المعنى. محمد. مو المعنى الشكل. المحمد يعني معناه هو المحمود الموقر. ما تمام. فهمت. حميدة او المشكور او المحمود او الموقر.
المحترم. أنا شفت فهذه لو الكلمة. تكتبها بالسرياني بلكي، يعني يقول مثلا ميقرة. لا 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 أبونا، أنا أبعث لك الصورة، أبعث لك إياها، أبعث لك إياها، أنا شفت. وإلا هي كلمة مشيح ومشيحة مستحيل ما تشبه أبدا محمد. على كل الله بعيد. إيه يلا نحذفها هاي مشان نظبط. أيوة خربطنا لك الكتاب ده. يلا علي. أوكي. فإذا مشيحة. ناشا أيوة إنسان، يعني ناشايا إنساني. حلو. ألاها الله، ألاهايا إلهي. الله أيوة. إلهي. ألاهايا. أيوة المايا، يعني عالم، عالمي. أيوة مو علماني، عالمي. 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 دنيايا. دنيوي. أيوة قانونا هاي ما كملتها. قانونايا. أيوة قانونية. أرعايا. فتصير أيوة كلها يعني بهالطريقة. شميايا. حلو. مية الماء، ميايا مائي. ميايا. أبونا عندي سؤال للماء. نعم. أنا فهمت من أستاذنا إنه الماء عندكم دائما بالجمع. بالضبط، أنا قلتوها بوقت قبل في أيوة تمام. هل بالعربي ماء هي مذكر أم مؤنث؟ هذا الماء ولا بالعربي هذه؟ مذكر، ماء كثير، مو يقول ماء كثيرة، بس مياه كثيرة. بس أنا أقول إحنا بالعربي ممكن نقول الاثنين. أظن هذا الماء وهذه الماء. أظن الاثنين تزبط عليهم. أظن هو هيك، لأنه لأنه في القرآن جاء الماء الذي، فكنا نتساءل مش التي، لأنه ماء ممكن تكون مؤنث، بس بعدين أظن هي كمان، أظن هي مش عارف. أنا أتحقق، ما مشكلة، ما مشكلتنا. منيح. إذا هو الماء عندكم دائما جمع. أيوة دائما جمع. هو ما هي وماء دائما جمع، وهو مؤنث طبعا. أيوة أيوة. ليش ما عندكم مفرد؟ هي العفو، لا شوف أنا رحت للعربي. الماء هو مياه سقيع، مياه كثير، مياه كثير، يعني الماء هو مذكر، جمع مذكر. ما في مفرد، لأنه على أساس هذه كمية، هو يعني ما تعده، يعني حيكون واحد. أيوة. هي هاي من الأمور اللي لا تعد. فالأمور اللي لا تعد ما لها مفرد واحد وجمع، إنما هي دائما جمع. هي لها شكل المفرد، ولكنها تعني جمع. عندي سؤال هنا. الظلمة عندكم جمع ولا بالمفرد، ولا عندها جمع ولا لا؟ ظلمة، ظلمات. الظلمة دائما مفرد. أيوة. ولكن ما لها جمع. القرآن دائما يستعمل ظلمات بالجمع. لكن بالسرياني هي مفرد، لكن هي ما لها جمع. هي صيغة المفرد هي، لكن لا لها جمع. أيضا هي كمية، يعني الظلمة هي كمية. طب خليك معي. هاي مهمة إلي. هاي مهمة إلي. طيب خليك معي. هاي مهمة جدا. تقول لي ظلمة هي جمع دائما. ما لها، يعني هي صيغة المفرد ما لها جمع يعني. بس تعرف أبونا ليش أسألك هذا السؤال؟ نعم. لأنه الألف بالكوفي لا تكتب تاع ظلمات. الألف تاع بعد الألف الميم. فهم دائما يكتبوها ظلمات بالرسم الإملائي، يحطون ألف. أيوة، لكن بالرسم الكوفي ما في ألف. فهي تيجي دائما ظلمة، بس هم يقرأوها ظلمات.
خشكة، خشوخة، بالقديم خشوخة، بالحديث خشكة. ايوه خشوخة، خشوخة. ايوه فلهيك يعني فما ممكن تقول خشوخة، ماكو لا خشوخة بس يعني جمع، احنا ماكو، ما في. ايوه بالعربي القرآن دائما يستعمل ظلمات بالجمع. غريب، ظلمات دائما بالجمع، لكن هي اظن انه الالف اضيفت خطأ. ايه بالضبط، اللي هي هي ظلمة دائما مفرد، مثل لازم سرياني مكتوبة مثل باب الكوفي بدون ألف، ظلمة. ايوه النور هو دائما كتبها بالمفرد، بس طبعا نحن الظلمات عندنا دائما أيضا نهرة ما لها جمع أيضا، هي نفس نهرة. شفت نور ما لها جمع. هلا حليت لي مشكلة، أنا كنت ليش استعمل النور بالمفرد وظلمات بالجمع؟ لا هي حتى الظلمة هي مفرد، لكن أخطأوا في النقل إضافة من الكوفي للهادي. أيوة هلا حلوة، هلا أنا أضيف الملاحظة هاي. شوف الخطأ حدث هناك في هالمرحلة، ما أعرف ما أيوة مرحلة هي بالنسبة لأستاذنا، المرحلة الثانية الثالثة هي ما. أيوة هو هلا لأنه كثير مرات تستعمل كلمة نور والظلمات، بربط لي كلمتين مع سوا. النور والظلمة، ليش النور والظلمات؟ ايوه فاهم عليك، فهنا وقعت الخطا، هنا وقعت نهرة وخشوخة، نهرة وخشوخة. انا هلا بدي اضيف هاي الملاحظه، انا هاي الملاحظه لازم اضيفها، هاي اضيفها للقران تاعي. هذه مهم، هذه أيضا هذه مهمه، اكتشاف، هذا اكتشاف. اكتشاف. قلت من وين ليش مفرد هذيك وهاي الجمع؟ كيف؟ هذا السؤال اللي ترى سالت نفسي، ليش هاي بالمفرد وهذيك هذا بالجمع بالجمع، نعم، هي سؤال ظلمه وجيه. لكن اضيفت منطقي، الالف خطا. خطأ، أيوة. منطقي، سؤال منطقي. هاي إضافة جديدة لطبعة الخامسة للقرآن، الرابعة للقرآن. أيوة. أبونا ذاك صديقنا يقولنا حتعمل الطبعة الخامسة والسادسة والسابعة. أقول له والله لو تموت بعمل لك الخامسة. لا لو بتموت ما بعمل ما لك عملك الخامسة. شو أنا مجنون؟ لا تنتظر. لا قلت لها أنا خلص الرابعة هي ميراثي. انتهى. انتهى، بعدين عندي الفرنسي والايطالي والانجليزي. والله تكفي. يقول بعدين خلي اذا في واحد به خير خليه يجي يعمل طاعة خامس. هو خلاص اذا وما خصني انا، ما دخلني ايوه ما دخلني، اذا في ما واحد دخلني براسه خير خليه يعمل. اذا في خير ولا ما في خير. لا ما دخلني بالامور، انا بس ما تنتظر مني طبعه خامسه. قلت له لا خليه يعمل لكم انا ما اريد. ما دخلني في الامر. انا زي ما يقول استاذنا كفيت ووفيت. ايوه كفيت ووفيت، ما عاد اعمل شو كفايه. جن طول السنه انا طول حياتي اظل مجنون. لان انا عندي كتاب هذا اللي لازم اكتبه، النبوه في التاريخ. الانبياء والنبوه بالتاريخ، شو هذول شغلتهم، كيف اجوا بكل الحضارات. هذا اللي عايز اعمل. هذا مهم، هذا مهم مهم، هذا مهم بالضبط، مثل الختان بالتاريخ المهم. الانبياء، لانه انا لقبي نبي، فبدي اشوف من وين اجى النبي هذا لقبي. النبوة هذه منين؟ على فكره صديقي اللي يعرف يقرا هيروغليفي، يعرف يقرا هيروغليفي صديقي يقول لي النبي بالهيروغليفي بالفرعوني تعني السيد. السيد يعني هلا الفرعون رمسيس السيد. بس بالهيروغليفي رمسيس النبي. بيكتبوا النبي لكن تفهم
السيد مسيو لو بريزيدون، يعني لو بريزيدون le roi رمسيس، مثل هيك السيد. في اثيوبيا رئيس القبيله يسموه نبي. رئيس القبيله يسموه نبي. والكلمه المستعمله ما هي؟ نبي، هو تلفظ نبي. بالهيروغليفي؟ ايه غريب. ايه وبالحبشي تلفظ نبي. فهمت علي؟ ودخلت العبريه والعربيه بس من هذيك اللغات بنفس اللفظه، نفس مثل تلفزيون. التلفزيون دخلت بالعربي وبالانجليزي وبالايطالي وكله. ايوه. النبي كان متعارف عليه عند هيك يبين. هلا فرعون كان يحمل لقب نبي، بس يعني هو لقب فخري. نعم. مو فقط لفرعون، لغيره كمان، كل واحد سيد او يعني رئيس او مثل هيك يسموه نبي. يعني طلعت صحيحه كلمتك، انا السيد سامي الذيب، معناته هذا النبي سامي الذيب. ايوه مثل انت المعنى. نعم، بهالمعنى وبهالكونتكست، ممكن. ايوه على كل نرجع للاشوريه فقط. نعم. حلوه. فهذه الصفة النسبية هي الطريقة الأولى سهلة، هي فقط ياء ذات فتحة طويلة نضيف لها لنهايتها وانتهى موضوع. والسامي، هاي سامي، يعني يهمني السامي هذا، سمائي. سما، شميايا. هذا اسمي، يعني شميايا اسمي سامي. سامي. بس سامي هو عالي، يعني عالي، يعني اما هو سما، ما يجي من كلمه سما بالعربي. اوكي، شميايا. سماء. أيوة. سمائي. لانه احنا عندنا بنات بسموها سميه. ايوه سميه. وشو سميه منين جايه؟ من سما؟ يعني هي مؤنث سامي او ساميه، احنا بنقول ساميه او سميه. سميه يمكن التصغير هذا. يجوز. او جزء من الاشوري شمايه. شمييتها ايضا نريد نعملها شو اسمها، هذه لان صارت صفه، هذا اسم هو طبعا، ما هذه الصفه شميايه، اذا نعملها مؤنث تصير شمييتها. بس عندنا بنات اسمها سميه. هي شمييتها يعني سماويه. اظن واحد من خواتها لإيليا هي سميه. اسمها سميه. سماويه هي. ايوه هيك، يعني من سامي، مثل سامي. ايوه، كلها العلاقه مع السماء. تفضل كمل ابونا. يلا. قلنا ميايا مائي، وقلنا رشمايا. على فكره ابونا، معذره المقاطعه مشان واحد يتذكر انه احنا بالفلاحي ما بنقول ماء، او باللهجات بنقول ميه. ايه صح. وتعرف انه اهل الموصل العرب يقولون ميات. 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 شفت؟ ميات، هذه الميات. واحنا بنقولها كمان الميات. وين رحت بالميات؟ بالمياه. يعني ايوه. ايوه الميات احنا بنستعملها، كلمه الميات بالعربي. الموصل ايضا يستعملوا ميات. احنا نستعملها كمان، بس الجنوب الميات بصيغه الجمع. ايوه الجمع. ميات هي جمع ميات. عندنا بالفلاحي. تفضل. ميات. مية. احنا ماكو مية ما نقدر نعملها. حتى اتذكر هذا ابني صغير لما كان صغير يتعلم لنا، وتعلم شاف السويدي في هذه، يقول 100 ما شوف ماي كثير 100، نضحك عليه نقول ماكو 100 هي ما تصير 100، ما تصير جمع. يعني هو كان في دماغه الصيغة السويدية. اي وايش بالسويدي المية؟ نعم. شو هي الكلمة بالسويدي المية؟ فاتن. مثل ووتر. فاتن يعني مثل بالألماني فاسر. ايوه فاسر. ايوه
وطن. اوكي. ايوه كمل يلا. بابا اب، قلنا بابا، بابايا اب، ابوي. ايوه. اسلام، اسلام، اسلامايا. اسلام، اسلامي. ومسلم كيف تقولها؟ هاي مسلمانة. هي هذه طبعا هاي الكلمة عربية. نعم. بس نستعملها إذا نريد نعملها هذه فهاي طريقتها. لكن بالآشوري نعم. إسلام هي مش المانوتة. مش المنوتة. مش أيوة. المانوتة، يعني التسليمية لما يسلم واحد ايوه 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 ايوه. ايوه فهمت. بلاش ندخل في هذه ايوه الامور، لا كمل. تدخل، خليها خليها مش عجلة. المانوتة. ايوه. والمسلم مش المانة، مش بس المانة. على كده. راح نجي على هي بالطريقة الثانية، هي اسمها تنسيبها الطريقة الثانية راح نجي عليها. ما نقول مش المايا، مش المايا ما نقول، ما ممكن تنسب بها الطريقة الأولى، ولكن الطريقة الثانية مش المانع. نون بالنون بدل ياء، نون ضد فتحة طويلة. أوكي. برزلا، برزلا اللي هو حديد، برزلا. برزلايا. برزلايا. برزلا، برزلايا. من شو الفعل شوف المشتق منها؟ اكو نائب باللبنان اللقب ماله فرزلي، 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 ايوه فرزلي، ايوه. الفرزلي. هو هاي بالسرياني هي فرزلة، يعني الحديدي. فرزلي. مثل ستالين. ايوه مثل ستالين. ستالين هو اللقب، هو يعني الحديدية. شوف حتى القرداحي، جورج قرداحي، هسه المرة ايوه كان ايوه 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 بالإعلام اعرف. كثير. ايوه. قرداحة هي بالسريانية كلمة معناها أيضا صفار أو الحديدي أو هيك. من قرداحة. قرداحة هي مهنة تصفير أو تبييض الأواني. ايوه ايوه ايوه، تبييض الاواني. ايوه المبيض، احنا المبيض نسموه احنا نسميه المبيض. صفار بالعراق، الصفار. احنا المبيض. مبيض المبيض احنا اسمه نسميه صفار. المبيض. فقرداحة بالسرياني الصفار. قرداح، يا شفت. سهل واحد يفهم. قرداحي ولا قرداحي بالعربي ما في كلمة قرداح. لا ما عندنا، لا. آه، الا اللي بردح. شوف حتى أستاذ سامي له فعل نستعمله دائما، نستعمله كاستهزاء يعني. يقول قردوخة، قردخ. ايوه يعني شو يعمل؟ لانه دائما اللي يصفر، اللي يصنع هاي يجيب صوت قش 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 قش، الصوت هيك صوت شو اسمه ضوضاء يعني. ايوه تمام. فيسميه قردخ، ايوه قردخ، ايوه ايوه قردوخه، قرداخه. يعني ايوه ايوه هذا ايوه يصفر وهو صفار. ايوه 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 يخشخش. يخشخش فهو مخشخش. والله لا يحب القوم المتخشخشين. هذا ايوه لا يحب المخشخشين. مخشخشين. هذه في نكتة عندنا الواحد سمعتها أنا مرة من واحد كردي سائق تاكسي، كنت قاعد معاه في تاكسي وحكى لي. أوكي. على كده. طيب. أيوة. دهوة، دهوة ذهب يعني دهوة. شوف دهوة، ايوه. دهوايا. هواية. أيوة دهوايا. أيوة. ذهبي. يلبانا علم، يلبانايا علمي. يلبانا، يلبانايا. هي هاي ملفان، يلفان، يلفونو، يلفونو ايوه 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 بالغربي. ايوه. ايوه. ارزة او دخرة. شوف حطيت انا اثنيناتهم نستعملهم. ارزة فقط بالحديث موجود يعني، وما موجودة بالقديم السرياني. وبالقديم دخرة يعني ذكر، ذكر. دخرة تشبه الذكر، دخرة ايوه نفس ايوه ايوه دال ايوه. كاف راء، دال كاف راء، دخرة. ايوه. أرز او ارزة، ارزة، ارزايا، دخرة، دخرايا، ذكر، ذكري. نقوى، نقوى. ايوه بالحديث القديم يقول نقبتا، نقبتا. نقوايا، نقوايا، انثوي، انثي.
أو أنثوي مع أنثوي أو أنثي. ايوه نقوة. أيوة عيتا. ابونا، وكان هذا العبري يهودي كان يقول لي كلمة مثل هيك. قال ليش المؤنث؟ لانها يعني هنا هي كانها تقول نقبة، النقب يعني لها ثقب. لا صح، ممكن كان بس يقول لي هيك. نحن بس بالسرياني ما نستعمل نقبة آه. للثقب، لا بزعة. بس عربي طبعا نقب، إذا تنقلها للعربي يمكن يكون، بس ايوه. بالسرياني ما في نقب. ربما من هنا جت كلمة النقب. صحراء النقب. ما أعرف أكل. يلا كمل. أيوة عيتا كنيسة، عيتايا عتاية كنسي. كنيسة. عتاية. أوكي، هاي الطريقة الأولى. الثانية هذه هسه راح تجي للطريقة الأخرى، هي بالنون. النون اللي إلها شوف النون عليها حطها بالأحمر تكملها بعدين في الضياع. أيوة نون هذه أيوة. نون عليها فتحة طويلة، يصاغ الطريقة الثانية. شوف هذه الطريقة الثانية. أيوة. أها. خليها هسه. أوكي، هيدا نحطها أحمر حتى بس العقاب لا تخربط المسألة. أيوة عشان يتظبط. وين هذا؟ أيوة. فقط هيك، شوف شو يصير. وما راح أيوة. يلا بكفي. زين كافي حتى يصاغ بإضافة حرف نون مسقوف، يعني نون أيوة. ذات فتحة طويلة. تمام. أيوة. نا بعد الحرف الأخير، يعني قبل الألف، ألف البركة هيك ما نستعمل. أيوة ألف البركة. مع تغيير حركة الحرف الذي الحرف إلى سقافة، يعني نضيف نون مع سقافة. والحرف اللي قبلها إذا ما كان سقافة نعمله سقافة، مثل الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أيضا قسمين، قسم نضيف ياء مع فتحة طويلة، والحرف اللي يسبقها إذا ما كان ذات فتحة طويلة نعمله فتحة طويلة، نعطيه فتحة طويلة، يعني نغير فتحته. هون نفس الشيء، نغير الحرف الأخير. شوف هذا أرعى، هو هذا نفسه هون أرعى الأرض، هو الحرف الأخير هذا عين له فتحة طويلة، ما لازم نغيرها، تبقى هي كما هي أرعانا. تصير بس نضيف شو؟ نضيف النون ذات الفتحة الطويلة نا. أيوة. تصير أرعانا. أيوة فهمت. هوني تصير مش المانا، هوني على بيصي الطريقة نقول. أيوة. أيوة أرعانا. أرضاني، أنا قد كتبت هيك هي، ولو ما في يمكن هو بالعربي. أرضي. أرضي هي أيضا مثل أيوة. أرضي. لك أرضية أو مثل هيك. أرضي أراضي. أيوة أرضية. أيوة هيك عفارم. فنحن عندنا ثلاث اسمها طرق وثلاث صيغ لهذه، كلش حلوة هاي للشعر للنثر، لما واحد يخش يعمل هيك للوزن ما وزن، حلوة. أيوة. كثير كانت تعجبني هاي بالصلوات هيك تجي. أنت بتعمل شعر أبونا؟ لا بس يعجبني الشعر. أنا ما أنا أيوة. بس كاتب بس 3 قصائد كاتب إلها هسه في حياتي. كتبت قصايد؟ 3 كتراتيل عملتها يعني. بس تراتيل. ولكن ما أعرف، ما يعجبني أكتب، ما هيك، ما عندي هالقريحة الشعرية. أيوة هاي قريحة. أيوة نعم قريحة، ولكن يعجبني الشعر وأتلذذ به وأقيمه كثير. الناس اللي يكتبون شعر أقيمهم حقيقة. قلت لك صاحبنا إيليا كاتب كتاب شعر. حلو عليه. بقى لازم يجي عندي مشان أنشر لي، لأنه ما بعرف ينشر. جميل. ولازم أرتبها. لازم حلو يرتبها. وراسه قاسي، بده يعمل 4 مجلدات. قلت له شو تعمل 4 مجلدات؟ مجلد واحد. إلا قال شو مين يشتري 4 مجلدات؟ شو انت بدك تعمل انسيكلوبيديا الشعر ولا شو؟ قلت له والله لو تموت ما انشر لك 4. واحد وعلمك كيف وانت تدبر حالك في الباقي. فقال لي خلص اعملها واحد. حلو. احنا عندنا هون واحد أديب حقيقة، وعنده شعر هيك ويكتب يعني أشعار غريبة وعجيبة كلش حلو، حتى بالآشوري وبالعربي أيضا. أنا عندي كتابة لإلية يعني المخطوطة عندي إياه.
ايه حلو شعر، يكتب شعر بالعربي؟ ايه بالعربي يكتب. ايه يكتب، ما اعرف اذا يكتب بالسرياني بالاشوري، بس هو بالعربي حلوات، اشعاره حلوات. عافية عليه. ايه اوكي، هون نجي شمية. ايه شوف الأرعى ممكن أيضا بالطريقة الأولى نسويها أرعاية ايوه أو أرعانة، وشمية كذلك، شمياية شفناها هون، وشميانة، شويات. شمياية شميانة، ايوه سمائي ايوه أو سماوي بالعربي، في سماوي. تمام. سماوي سماوي. روحة، روخة، روخانة، روحي، لا روحاني، بالعربي احنا نقول سمائي. سمائي على الكسرة، الهمزة على على كرسي. على الكرسي قصدي. أيوة، خلي هيك حتى أتذكر. عمل أروح عمل علو. أيوة. بعدين عندنا روخة، روخانة، روحاني، مثل هيك نفس الشيء. روخاية، روخانة، روحاني. أيوة، ايوه ايوه عربي روحاني. جنسة، نعم. جنسانة، جنساني. ايوه ايوه أيوة. جنس جشمة. جنسانة جنسانية يعني نسوانجي. لا 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 لا، بعد جنس الشيء، ايوه ايوه فهمت. الأجناس، لا الأجناس، ما نستعملها بالعربي. الجنس البشري مثلا نقول جنس اه شاية. ابد ما استعملتها بالعربي، على كل مو أي مشكله. نفس الشيء. ايه جشمة، جشمة جسم، ايه جشمة، جسماني ايوه عفوا. جشمة، جشمانة، جسماني، إيه. جشمانة. فغرة، ايوه فغرة جسد، فغرانة جسداني. برزلة شفناها حديد، برزلانة، برزلاية، برزلانة. ايه إيه. شوف هوني طبعا بالمعنى تختلف في يعني المعنى هذه. إذا نقول برزلاية بالطريقة الأولى يعني هذا حديدي. ايوه إذا هو من حديد مصنوع، كله حديد. إذا قلنا برزلانة فهو في نوع حديد، بس مو هو من حديد، ولكن يعني في حديدي القوه. حديدي مجازي الجزء، مجازي أجزاء بصير فيه معنى حديد مجازي. داخل به الحديد. يعني هو بصير المعنى المجازي حديدي. ايوه ايوه بالضبط. ايوه ايوه ايوه. وعندنا هيك اذا نريد نحن نستعمل شيء ستالين كله مو حديد، حديد زلاية هذا حديدي. هلا ستالين مو حديد هو، بس طبعه حديدي ايوه بالضبط. بهذا الشكل. عفوا. أيوة. ايضا دهوة شفناها ذهب، هناك قلنا دهواية، بالطريقة هون تصير دهوانة. ايوه ايوه نفس الشيء. اوبرا، اوبرا تراب، اوبرا، اوبرانا ترابي. ايوه أرزا قلنا أرزا، ذكر، أرزانا ذكراني. ايوه أوكي. ذكري. نقوى كذلك، نقوى. أوكي، هاي الطريقة. الطريقة الثالثة إصاغة عن طريق شو إصاغة؟ تتم لازم نقول عن طريق إضافة كلا الحرفين، أي النون واليود كلاهما مع الفتحة الطويلة. يعني الياء، النون والياء. ايوه نايا، شوف هاي نايا، ايوه ضيف ايوه هل المقطع ايه نايا، نايا. ايوه وهذا كثير نستعمله نحن. نايا، ناشا، ناشانايا. في عندنا ناشا، ناشايا، ناشانا، ناشانايا. غريبة. ايه ايه شايف؟ ايوه إنسانوي ممكن نقولها بالعربي، إنسانوي مو إنساني. ايوه 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 ممكن. حيوان، هذه كلمة عربية طبعا احنا ماخذيها. حيوانانايا، شوف الكلمة هاي ايه. حيوانانايا. حيوان عناية. ايوه بس هاي حيوانوي. مش للدلع، هاي مش للدلع. لا، هاي حيوانوي يعني. منيح، بس هل تستعمل للدلع؟ لا لا لا، حيوانانا هذيك للدلع، هاي تصغير، هاي أونا، حيوانونا هذيك. ايوه 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 حيوانونا، ايوه 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 حيوانانايا. ايوه ايوه فهمت. يعيا، يعيا نبات، يعيا، يعيانايا نباتوي. ايوه أرعى، أرعايا، أرعانا، أرعانايا أيضا.
شمية شمياناية. هسه خلي هذه انه نجي على انا مخلي هون ايوه كلام طويل هيك بالنهاية مخليهم ثلاثتهم هذولا. لا اوه لا ما سوري ما في شلت هذه شلتها. اوكي هذه قلنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى بإضافة ياء ايوه طويلة، الثانية بإضافة نون فتحة طويلة، ايوه الثالثة بإضافة نون وياء ذوات ايوه الفتحات الطويلة. ايوه حيوانايا يا عيانايا واضح. وايوه هذه واطرانايا شميانايا ايوه امتا قوموي امتانايا امتانايا. هم تقولوا عندكم مش قوموي قومجي. قومجي هي قومجي هاي الطريقة التركية يعملوها. هاي طريقة تركية للنسبة. قومجي. قومجي ايوه يقول لهذا عندنا كبابتشي يعني ابو الكباب كبابتشي. كبابتشي هي تركية كبابتشي. شفت. شوربة شي يعني الشوربة يعمل شوربة شوربتشي. ايوه شي. باتشا هي باتشا عندنا كوارع، هاي طبخة الكوارع والراس. باتشا نسميها هي بالتركية تركي باتشا. يعمل يسموه باتشاتشي. حلو. فكان اصلا ضحكك. شوف لما سنة 2003 حكومة صدام وجدتها الأولى كان بها وزير خارجية صار واحد عدنان الباتشاتشي. هذا الباتشاتشي هذا مشهور، هذا بالثلاثينات مخلص كلية بأمريكا، يعني كان إنسان كلش إنسان مثقف درجة. يعيش طبعا هو كان هارب من العراق من البحث، وهذه كان يعيش بإمارات، فجاء بقية معارضة كان وصار وزير خارجية. أتذكر راح لمصر هذيك الفترة سنة 2003 كان، فأسمع أنه يقول المذيع الوزير الخارجية العراقي عدنان البقاقي. شو بقاقي؟ الباتشاتشي يلفظها بقاقي. الطريقة المصرية بقاقي. البقاقي. يا هو الباتشاتشي لا ما يعرفوش يلفظوا باتشاتشي. لا يموتوا ضحك. لما يسمعوا القبنجي يقول بتكذب عليكم. قبنجي يسموه. هو بسموه قبنجي. المصريين ايوه قبنجي. انتوا تسموه القبنجي. ايوه ابو القبان يعني. ايوه ليش بتكذب علينا؟ كذب علينا. كذب علينا. يلا كمل يلا. ايوه عيتا شفنا عيتانايا كنيسوي. ايوه اسلامانايا اسلاموي. ايوه نقوانايا نفس الشيء انثوي. ارزانايا ذكوري. ايوه هذه اسمها. هنا يقول هناك هناك النوع من الصفات. هذا النوع يعني النوع اللي شفناه هذه الأخيرة هذه، هذا النوع من الصفات تدل على المغالاة على الأكثر. نستعملها للمغالاة، نضيف اللي النون والياء أيضا اثنيناتهم يعني ندخلهم شوية للمغالاة يعني للمبالغة فيها. أوكي هناك صفات قليلة تشذ عن هذه القاعدة وهي قليلة جدا، مثل الموسيقى. إذا نريد نضيف له نقول موسيقورة، ما نقول موسيقاية. موسيقورة. أيوة. وليش موسيقار شوف بالعربي. موسيقورة. أيوة موسيقورة. القيثارة هي القيثارة القديمة لجيتار اليوم تشبهها بس ما تشبه. هي القيثارة القديمة شايفة شلون هيك شو اسمه الأداة القيثارة. قيتادورة. صفة إذا نقول صفة النسبة لها. خزنة يعني خزينة. خزنادر خزائني. الخزينة والخزائني على هيك يسموه خازندار بالضبط. خازندار يعني شو يعني خزندار؟ المسؤول عن الخزنة. خزينة الخزائني يعني وزير الاقتصاد.
المالية خزن المالية، خزنة دار. أيوة، بس هذا بالتركي مو بالعربي. هذا لا بالفارسي، هذا دار بالفارسي. هاي قضية دار هاي فارسية. أيوة. هل إضافة السوفيكس هذا دار أيوة. فارسية. أغونا أغونستا، أغونا مناضل نضال، أغونا نضال، نقول أغونستا ما نقول أغونايا، أغونستا. هذا أستاذنا كل مرة يكتب لي رسالة، تعرف شو يكتب لي؟ مناضلنا الكبير. أقول لك نسيت مناضلنا الكبير. أغونستا جبارة هي لازم هاي. أيوة كان أستاذي كان هارب من الاتحاد، من تشيكوسلوفاكيا، كان وزير، كان سفير وهرب من تشيكوسلوفاكيا وجاي علمني أنا يعني مدة. فهو دائما يتهكم علي لما يحكي معي، مي كاماراد كاسكو فو ديت. رفيقي يعني لسه بيستعمل العبارات الشيوعية، لأنه ايوه كاميرات. بعضهم دائما يسمون نفسهم كاماراد. نعم هذا صاحبنا أستاذ اللي سميه مناضلنا الكبير، مناضلنا الكبير. ايوه عنده روح دعابة. حلوة بالضبط، مناضلنا الكبير. أسأل غير مرة، كل ما عنده غير كلمة ولا كيف؟ لا شوف كأنه قاموسك ضعيف ولا كيف؟ لا هلا صار ايش قد صار لنا استاذ سامي؟ هلا صارت ساعة تقريبا. نتوقف دقيقتين نتوقف حتى نبدا موضوع جديد. ايوه يلا ثانية واحدة خليك انت. انا حقطع التسجيل. فيا ناس اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتصلكم الأشرطة القديمة القادمة والقادمة طبعا، لأنه إذا بوصلكم حتى رابط بيجي كمان للقديمة، معناها القادمة حقا. فنلتقي فيكم بعد شوي بالحلقة القادمة. يلا.